مساء الفل عليكم وما أحلى الرجوع إليكم. رجعنا لكم تاني علشان نقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم سهراية وكوباية شاي، واللي ما عملش الشاي يعمل الشاي ويحصلنا. سهراية وكوباية شاي وحكاية بيعزفها الناي، السهرة هتحلو يا عالم، إياك حد يقول مش جاي. النهاردة صحبة الشاي الجميلة والسهراية الجميلة. بقالنا حلقتين بنتكلم عن الأموات واستنساخ الأرواح. النهاردة عايزين نتكلم في حاجة نفك بيها الهلع ده، ونتكلم في حاجة فيها رقة شوية. من عادتي لما يجي لي حالات ملل كده يعني ادور بقى في الكتب القديمه والكراريس القديمه، كتاب قريته زمان، كشكول او كراسه كتبت فيها حاجه زمان، واقلب بقى وادور على حاجه تحيي عندي الذكريات او تجدد الشغف يعني. فلقيت كتاب كان بتاع دراسه، وانا بفتحه كده افتكرت المدرس بتاعه والحصة اللي كنا بناخدها. وقعت منه ورقة على الأرض، وطيت جبتها من على الأرض وفتحتها. عندكوش فكرة اتأثرت قد ايه. افتكرت ومضة كده نورت، وافتكرت الورقة وحكايتها، وحيت عندي ذكرى جميلة قوي. هو خط المكعبل بتاع زمان، لكن الاسلوب مش بطال. وافتكرت ساعة ما كتبت الورقة دي كنت متوتر جدا وقلقان، وتقريبا يعني شرخ الصبا بقى وشرخ الشباب والصبا والتجارب الأولى في العواطف وكده. وكتبتها وانا قلقان جدا وحطيتها في كتابي، وقلت في الحصة تطلع من كتابي دسها في كتابها كأنها بقى وقعت من السماء، الأستاذ اللي حطها أي حد غيري يعني. وما جاتش الفرصة، لا والله جات الفرصة أكتر من مرة، بس ما حطيتهاش، ما نقلتهاش في كتابها. خفت تكون ما بتبادلنيش نفس الشعور، يكون دم تقيل على قلبها تروح تحكي لأهلها. فضلت محبوسة في الكتاب ونسيتها، والكتاب عزل معايا من بيت لبيت، كذا بيت مش فاكر قد ايه، وهو في خزانة الكتب محبوس ونسيته. لكن يظهر ان الرسالة والورقة الصفرة دي ما نسيتش ورجعت لي تاني. فاكرين القصة اللي كنت كتبتها، قصة السجينة اللي كانت في المصيف، اما كتبت القصة وحطيتها في ازازة ورميتها في قلب البحر، وقضيت الاجازة ومبسوط 24 قيراط، وانا جاي مروح واقف بودع البحر ترجع الازازة تحت رجلي تحسس في رجلي. قصتي رجعت لي، كأن القصص اللي احنا بنعيشها طول الحياة ابدا ما بتفارقناش. اللي عايز اقوله النهاردة ان لو انت عندك رسالة كان المفروض توصل لحد وما وصلتش، اعرف ان ده يعني قدر الله سبحانه وتعالى وترتيبه، هو اللي بيرتب. يمكن انت وقتها ما كنتش جاهز، او اللي هتبعت له رسالة ما يستحقهاش، فيجي وقتها وتروح الرسالة للي يستحقها، وتكون انت وقتها كمان جاهز. فلازم تملي نقبل ترتيب المولى سبحانه وتعالى ونرضى بيه. رجعت الرسالة تاني مكانها، وقفلت الكتاب بنفس الذكرى وحطيته تاني مكانه. مش عارف اذا كان فيه في العمر بقية علشان ارجع اشوفها تاني ولا لا، لكن اوعدكم ان انا المرة اللي جاية هجيلكم برسالة اجمل. ودي كانت حلقتكم النهاردة من برنامجكم سهراية وكوباية شاي.
والسلام أول حكايتنا، ومش هنقول بنشور أو هاي، أصل الحلم العربي غايتنا هو الأصل وغير باي باي.